توقف، انسى التحفيز، انسى فيديوهات 7 طرق للنجاح. اليوم سأعطيك مبدأ واحدا فقط، مبدأ واحد إذا طبقته ستتغير حياتك بالكامل. لن يكون سهلا ولكنه الحقيقة. هل أنت مستعد لسماعه؟ المشكلة ليست في الوقت، المشكلة ليست في الظروف، المشكلة ليست في أنك لا تملك الموارد. المشكلة الحقيقية هي أنك تنتظر أن تكون جاهزا. ننتظر حتى يكون عندنا المزاج المناسب، ننتظر حتى تكون عندنا الطاقة الكاملة، ننتظر حتى تكون الظروف مثالية من حولنا، واحنا نضيع أيامنا وشهورنا وسنواتنا ونحن ننتظر. فكر معي قليلا، كم مرة قلت لنفسك سأبدأ غدا؟ كم مرة أجلت الشيء المهم إلى الأسبوع القادم؟ كم مرة وعدت نفسك أنك ستبدأ بجد من الشهر القادم؟ والحقيقة القاسية هي معظم الناس لا ينجزون أي شيء مهم في حياتهم، مش لأنهم أغبياء، وليس لأنهم لا يملكون القدرة، ولكن لأنهم يستمعون لأنفسهم. عندما تقول فيما بعد غدا، عندما أكون مستعدا. اسمعني جيدا، النجاح لا ينتظر أحدا، الفرص لا تنتظر أحدا، الحياة لا تنتظر أحدا، وكل يوم تؤجل فيه هو يوم تخسره إلى الأبد. المبدأ الذي سيغير كل شيء هو: ابدأ الآن بدون تأجيل، بدون أعذار. هل تريد أن تنهض للصلاة؟ انهض الآن بدون تفكير. هل تريد أن تقرأ كتابا؟ افتح الكتاب الآن بدون أن تجهز المكان المثالي. هل تريد أن تعمل على مشروعك؟ أغلق هاتفك وأغلق كل المشتتات وابدأ الآن. أريدك أن تتعلم قاعدة ال5 ثواني. هذه قاعدة بسيطة جدا ولكنها قوية جدا. عندما تأتيك فكرة أن تفعل شيئا مهما، لا تفكر، فقط عد 5 4 3 2 1 وتحرك فورا. لماذا 5 ثواني؟ لأن عقلك يحتاج إلى 5 ثواني فقط ليقنعك بالتأجيل. إذا فكرت أكثر من 5 ثواني ستجد 1000 سبب لتقول لا. ستقول أنا متعب، ستقول الجو غير مناسب، ستقول سأبدأ غدا. الانضباط الحقيقي ليس أن تكون قويا طوال الوقت. الانضباط الحقي هو أن تفعل ما يجب فعله حتى عندما لا تريد، حتى عندما تكون متعبا، حتى عندما تكون خائفا، حتى عندما لا يكون لديك أي دافع. الأشخاص الناجحون ليسوا مختلفين عنك في شيء، هم بشر مثلنا، يشعرون بالتعب مثلنا، يشعرون بالخوف مثلنا، يشعرون بالكسل مثلنا. الفرق الوحيد بينك وبينهم هو أنهم اتخذوا قرارا أن يبدأوا حتى عندما لا يشعرون بالرغبة، وأنت تنتظر الشعور بالرغبة، والمشكلة أن هذا الشعور قد لا يأتي أبدا. دعني أخبرك بسر: الدافع لا يأتي قبل الفعل، الدافع يأتي بعد الفعل. عندما تبدأ بالتحرك ستشعر بالطاقة، عندما تبدأ بالعمل سيأتيك المزاج. الآن لديك تحدي لمدة 24 ساعة القادمة، تحدي بسيط جدا ولكنه سيغيرك. القاعدة الأولى: كلما جاءك سبب للتأجيل قل لنفسك سأفعلها الآن. القاعدة الثانية: كلما قال لك عقلك فيما بعد رد عليه بكلمة الآن. 3 مهام محددة أريدك أن تنجزها اليوم. المهمة الأولى: ابدأ بالشيء الذي تؤجله منذ فترة طويلة، ذلك الشيء الذي يزعجك كلما تذكرته، اذهب وافعله الآن. المهمة الثانية: ركز لمدة 25 دقيقة كاملة، بدون هاتف، بدون انستجرام، بدون يوتيوب، فقط أنت وهذا العمل، سمها جلسة تركيز. المهمة الثالثة: استيقظ باكرا غدا من أول منبه بدون أن تضغط زر التأجيل، انهض مباشرة. أريدك أن تسمي هذا يوم بدون تأجيل. إذا نجحت في هذا اليوم فالغد سيكون أسهل، وإذا نجحت في هذا الأسبوع فالشهر سيكون أسهل، وإذا نجحت في هذا الشهر فالسنة كلها ستتغير. الآن أمامك خياران واضحان. الخيار الأول: أن تغلق هذا الفيديو الآن وتعود إلى حياتك القديمة، إلى التأجيل، إلى الأعذار، إلى نفس النتائج. الخيار الثاني: أن تغلق هذا الفيديو وتذهب فورا لتطبق ما سمعته، أن تبدأ بأول خطوة، خطوة صغيرة ولكنها بداية. القرار هو قرارك وحدك. إذا اخترت الخيار الثاني أريدك أن تكتب في التعليقات كلمة الآن. اكتبها حتى أعرف من هم الجادون الذين يسمعونني هنا. اكتبها كوعد لنفسك وتابعني، لأنه من اليوم فصاعدا لن أعطيك كلاما فارغا، سأعطيك خطوات عملية، سأعطيك مبادئ حقيقية، سأعطيك الطريق الذي سيوصلك إلى حيث تريد. تذكر شيئا أخيرا: أفضل وقت للبدء كان بالأمس، وثاني أفضل وقت هو الآن. أراك في الفيديو القادم.